السلام عليكم. يعني ايه كروما؟ ويعني ايه نشوف كروما؟ ويعني ايه الكروما اصلا؟ الكروما ده هو زي ما بيقولوا كده استوديو تخيلي، انت ممكن تعمله في اي حاجه بحيث ان انت تخلي المنظر اللي وراك يتغير من مكان لمكان. متطلبات الكروما دي ايه؟ متطلبات الكروما دي زي ما انتم شايفين كده، خلفيه، يعني انا حاطط قماشه خضراء اهوت اسمها كروما كده بتتباع. طب ايه فكره الكروما؟ برضو زي ما احنا قلنا، فكره الكروما ان انت ما يبقاش عندك منظر واحد، ما يبقاش عندك خلفيه واحده، كل يوم في تجديد، عامل اسطمبه معينه او ستاندر معين، استوديو معين وعايز تشتغل فيه. طب احنا ممكن نستفاد ده مثلا في الفي ماكس مثلا، زي ما الناس شغاله كده ولا حاجه زي كده، او ممكن نستفاد بيه عشان اشتغل بالصورات التخيليه اللي في الفي ماكس. لازم يبقى عندي ايه؟ كروما، عشان اعرف افرغ المنظر اللي قدامي او اللي انا هعمله في الاستوديو التخيلي. ده ما ينفعش الا لما يكون فيه كروما. طب عشان ما نطولش بس مع بعض، الموضوع سهل جدا وبسيط. طبعا الاضاءات بتختلف بقى، انت فنن اضاءتك بخيالك انت على حسب ما انت المكان معاك قد ايه عشان توزع الكروما. طبعا انا حاطط اضاءه هنا اهوت شمال الكاميرا، واحده يمين الكاميرا، واحده يمين شمال انا، واحده يمين، واتنين فوق عشان الخلفيه. الفكره فيها ايه بقى؟ ان انت ما يبقاش فيه ظل وراك كده، زي لو احنا قربنا كده بقى في ظل اهو. حاول بقدر الامكان تبعد عن الكروما مسافه، انت زي ما انت بتجرب بقى، جرب النهارده نص متر، جرب بعد كده متر، جرب بعد كده زي ما تجرب. المكان اللي تلاقي فيه الكروما كويسه معاك فيه وشفافه كويسه، ما يبقاش فيه ظل زي كده. شوف خيال ايه ده، بحيث ان الكروما تشوف معاك ستاندر زي ما بيقولوا. في الفي ماكس فيه ميزه، تتك على علامه الكروما زي يقوم جاي شافف على طول. تفريغ الكروما بالفي ماكس، هو الفكره بس في الفي ماكس حاجه واحده بس، ان هو اوتوماتيك، ان بنتك على نخش على الاوبشن بتاع الكروما ونحدد الخيارات اللي احنا شغالين هنشوفها دي واحنا شغالين كده، بتبقى خلاص اوتوماتيك هو بيشوف الستاندر بتاع الكروما. بس شرط انها تكون متناسقه او متوافقه مع البرنامج. انا قلت تقريبا قبل كده عن تجربتي انا، البرنامج بيشوف على كل اللون تقريبا ما عدا الابيض، على حسب الدرجات اللي انت عايزها. وهو اسهل في شاف الكروما عن البرامج التانية اللي انت بتبقى عايز تدرج فيها الوان، ممكن تكون الدرجه مش عارف ايه، او بمعنى اصح هو اسهل للمبتدئين. لو انت عايز تشوف اي حاجه الموضوع سهل جدا، على عكس ما انت تبقى متعمق في الادوب بريمير في اي برنامج تاني بتاع بيشتغل بكروما. تختار الامكانيات دي وتبدا تشتغل بيها. الحاجه التانية ان انت ممكن، مش شرط بقى مربوط بالفيجوال سيت اللي في البرنامج او اللي هي الاستوديو التخيليه، انت ممكن تعمل استوديو تخيلي بخيالك انت. عايز تحط نفسك على يبقى وراك خلفيه منظر طبيعي، انت مصور حاجه بالفيديو، مصور حاجه بالموبايل، هتحط صوره وراك، اي حاجه انت ليك حريه الحركه زي ما احنا بنشوف كده. الموضوع بيتغير، يعني ده منظر عايز تغير تاني فيه منظر تاني، عايز تغير تاني فيه منظر تالت. الموضوع كله سهل جدا. كل الفكره ان انت تعرف تركب الصوره ازاي. اهم حاجه ان احنا اتفقنا نبقى ايه، ما يبقاش في الظل كتير في الصوره. حاول بقدر الامكان، هو يعني ايه، هو بيتدرج درجه معينه على عكس قلنا البرامج التانيه. هو خلاص هو بياخد الستاندر ده معروف على اساس ان انت راجل بروفيشنال موزع اضاءتك زي ما انت شايف كده كويس بقدر الامكان. فهو بيتعامل مع ده ان انت خلاص هو احترافي. بس انا بقول ان هو جميل جدا للمبتدئين، بمعنى ايه، ان هو سهل جدا. انت بس خد لقطتك حلوه زي ما هي موجوده كده، تكون الصوره بيور حلو او درجه نقائها بقدر الامكان كويس، وتعامل زي ما احنا بنتعامل كده بالكروما. هنا كده قدرت ايه، تغير كذا منظر، ما يبقاش فيه رتابه في الموضوع. ده كان موضوع ازاي نشوف كروما عن طريق الفي ماكس، عشان ما نطولش عليكم. يا رب الموضوع يعني